يتغير أسلوبك، يتغير أخلاقك، يتغير صلاتك، بل حتى نغمة جوالك لازم تتغير. واجي بطلع جوالي قلت جوالك إلا بكيت دخان. مارو البورو أبيض، عاد أشوف بعضهم يقول أوه الشيخ زين الأحمر حار، الأبيض أحسن للشيخ. أنا ما انتبهت إلا والبكت كذا. بعدين وش تسوي؟ ما في مجال ترميه، ما في مجال ترجعه، خلاص انفضحت وكاميرات تصور. وأنا أتكلم أتلمس له والله ما هو بجواله اللي بكت. حطيته قلت قسما بالله ما أدخن، والله العظيم إني عمري ما دخنت، علي الطلاق 3، والله عمري ما دخنت وعمري ما حطيته في فمي، وأنا إنسان شريف. ما اقتنعوا، يعني برضو تحلف لين بكرة دخان هذا ما هو بلعب، هذا ما هو علاجهم، وش دواهم هذولا؟ فقلت لهم لكن بعطيكم القصة، اتركوا المحاضرة على جنب وخذوا القصة. فأعطيتهم قصة الوليد الصغير هذا اللي كان يدخن. قلت يا جماعة أنا أخذت البكت من ما أدري وين أوديه، ما في زبالة قريبة، وصعب أعطيه واحد من الحجاج يقولون والله الشيخ قاعد جزاه الله خير يوزع دخان على الحجاج، الناس يوزعون أشرطة ومصاحف وأنا أوزع دخان، فما في مجال. حطيته في مخباتي ونزلت إلا ربعكم يستقبلوني، ما في مجال. فوالله العظيم هذا اللي حصل. فقام واحد وطلع بكيتين من جيبه قال يا شيخ والله هذه توبة من الدخان، حطها على الطاولة. قلت في نفسي زين صار عندي 3 بكيتات. قام واحد ثاني وفتح الشنطة اللي فوق، يحطون رفوف كذا في الحملات، ويطلع كرز كامل فيها ظن 10 مدري 20 حبة، هذا نمونته حق ال5 أيام كلها جزاه الله خير، جايبها مجهز نفسه وحط هذا كم يباع زين ويحطه عندي. قال هذا توبة من الدخان. أصيلي بما أقول لك غير ألا تعصي الرجل، إن استطعت دائما أن تشير إلى الأمور بالتعريض دون التلميح فهذا أحسن. واحد من الشباب كان يعني يرجع إلى بيته، فكانت زوجته تأتي إذا علق ثوبه على الشماعة ونام، تأتي الزوجة وتدخل يدها في جيبه وتأخذ الفراطة الموجودة، الصرف، إن كان فيه صرف يعني منها القطع الحديد الفلوس تأخذها. الرجل يصحى الصباح أحيانا يريد يشتري ماء، يشتري شيء ما يجد، يسألها وين هذه؟ تقول ما أدري يمكن أولادك. يوم من الأيام هو راجع مر على محل يبيع حيوانات، يبيع قطط، يبيع عصافير، واشترى ضفدع اشترى يعني بمبلغ يسير، وجاء وعلق ثوبه ووضع الضفدع في داخل الثوب، داخل الجيب عند المحفظة يعني حارس. لما جاء الرجل تعشى وسولف مع أهله وأولاده والضفدع مبسوط في هالمكان، والثوب معلق على الشماعة. جاء الرجل وضع رأسه على وسادته لينام. دخلت الزوجة بعدما مضى نصف ساعة، خلاص الدوام بدأ، دوام السرقة اليومية بدأ، فأقبلت وأدخلت يدها في جيبه، تدور المحفظة، فتحرك الضفدع، فرفعت يده وقالت يدي، ففتح عينه وقال جيبي. أن أبقى على الجمل حتى نصل إلى المدينة، ما تقول لي انزل من جملي، لا، أبقى على الجمل حتى نصل المدينة. هذا مثل ما ذكروا بعض الناس يحتال، ذكروا أن امرأة أتت إلى مجموعة من التجار في البلد لهم مجلس يجلسون فيه، فأقبلت إليهم قالت أيها القوم، أنا امرأة زوجي غاب عني منذ 10 سنين ولم يطلقني ولم يخالعني فأريد واحد منكم يتبرع يأتي عند القاضي يقول أنا زوجها ويطلقني قدام القاضي عشان يعطيني سك طلاق، بس أنا أدبر نفسي. فتكاسلوا، فقالت من يقوم معي وله 100 دينار، يجي بس يقف عند القاضي يقول أنا زوجها تراك طالق فمان الله، شو ضرك و100 دينار. قام واحد منهم ملقوف كذا قال والله زين 100 دينار، يلا قام معها ودخلوا على القاضي. قال لها القاضي ما في طلاق، قالت أبد جبت زوجي أبشرك لقيناه، زوجي المفقود لقيناه. قال الحمد لله يلا نخلصك الحين، أنت زوجها؟ قال نعم أنا زوجها. ليش غايب الله يهديك 10 سنين؟
قال والله تعرف ظروف الحياة وكذا، غبت 10 سنين. معلش يا قاضي. قال يلا بتطلقها؟ قال ايه بطلقها. قال تبغى عوض تبغى مهر؟ قال ما أبغى ولا شيء، أبغى افتك منها بس. قال يلا طلقها. فقال لها أنت طالق طالق طالق. فلما طلقها 3 قالت يا أيها القاضي. قال نعم. قالت إني أطالبه بنفقة ال10 سنين. إن كيدكن عظيم، انتبه لا تلعب عليك حرمة. قالت إني أطالبه بنفقة 10 سنين. فقال كم نفقتك في الشهر؟ قالت نفقتي في الشهر 20 دينارا. يا الله تكفيني خبز وحليب الرجال حابسني على ذمته، ما خلاني أترزق واتزوج. وبعدين يقولون فحكم لها القاضي ب5,000 دينار. فالرجال تورط، لا يقدر يقول مني بزوجها، ثم عاد يسجنه القاضي ويجلده يا كذاب، ولا يقدر يقول إيه أنا زوجها يقولون فاضطر وغرم لها 5,000 دينار. أعطاها إياه. بعدين قالت له حتى لا نظلمك هذه 100 دينار. المرأة خايفة تظلمه مسكينة، تعرف حرام الظلم، فهي ما تبغى يطالبها يوم القيامة. قالت وعدتك ب100 دينار. هذه سالفة وبنرجع إن شاء الله ونمسك الخط. طرينا الجنة والحور العين وكذا. تعرفون في هالدولة المباركة ولا زالوا يعني على عهد ولاة أمرنا وعلماء نسأل الله يطيل أعمارهم على طاعته، قولوا آمين. كانوا يجيبون الناس من دول إفريقيا ويجيبونهم من مكة والمدينة ويعلمونهم إيش؟ الدين والعقيدة، ثم يرجع لديرته يصبح إيش؟ يصبح عالم. حشش أنت محشش أنت راسك ذا، يصبح عالم. تخيل يجون يدرسون يرجع. هذا من اللي يقول هذا؟ ماله يستاهل جائزة. تعال تعال الله ينفع بعلمك. تعال. ما شاء الله ما شاء الله. تعال حلفت يلا 25 ريال. يلا سمعونا تحية سمعونا تحية. المهم يجيبونه يصبح عالم. استغفر الله. خليه يروح هذا. ابعدوه خليه يروح ورا. هو اللي مجمعهم ابراهيم. استغفر الله العظيم. وجاء أخذ يطوف على الكعبة واللهم اغفر لنا وتجاوز أن اللهم، ويدعي مسكين. فتحمس وأصابته ضربة شمس ووقع على الأرض، فحملوه وذهبوا به إلى مستشفى أجياد اللي مقابل للحرم. حطوه في المستشفى، بارد المكان، سرير أبيض وشرشف أبيض، ووضعوا عليه كذا هواء وبخار. فبعد 4 أو 5 ساعات أفاق. أول ما أفاق التفت يمين فإذا الغرفة أبيض في أبيض، التفت يسار فإذا الغرفة كلها، نظر إلى الشرشف إلى البطانية إلى السرير فإذا أرائك بيض. المسكين شم الريحة فإذا هي ريحة، طبعا هي ريحة ديتول لكن أحسن من ريحته يعني، فأعجبته الريحة فظن أنه في الجنة، فقال الله أكبر أشهد أن وعد الله حق، الجنة الجنة. فالتفت يمين فرأى 5 ممرضات فلبينيات. فلما شاف لابسات أبيض في أبيض قال الله أكبر الهور الإين الهور الإين الهور الإين. الممرضات ما يفهمن هذا إيش قاعد يقول، فظنوا انه مجنون وبينزل من السرير، يعني اخذ الشرشف ورماه بيروح للحور العين.
فالممرضات أقبلن عليه بسرعة يمسكونه، فقال لا واحد 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 واحد. فالمسكين يظن أن عند الحور العين. إلا شاب من هالشباب اللي يعني شفتاه قد اسودت من كثرة التدخين، والغترة حاطها كذا على فوق حركة نسميهم احنا عرابجة، عرابجة يعني صيع، وشكل يعني ما يسرك كثير. يقول فخفت في هالليل، قلت ماذا تريد؟ جزاك الله خير، ماذا تريد؟ قال أنت الشيخ إمام المسجد؟ قلت نعم أنا إمام المسجد. قال يا أخي في 2 هنود أسلموا على يدي، إيش أسوي فيهم؟ يقول الشيخ لما قال أسلموا على يدي والساعة 12 بالليل، قلت في نفسي يمكن الرجل عقله لا يمكن الاتصال به الآن، يعني مهم مضبوط. قلت له هنود وأسلموا على يدك أنت؟ قال يسلموا على يدي. قلت والله يا أخي ما شاء الله